بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه جميله جدا موجوده في كل بيت، وفي ناس كمان بترميها في الزباله، هنستفيد منها. قبل ما ابدا الفيديو اشكر من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي بتتابع القناه، وربنا يوفق الجميع. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان ينزلكم كل جديد. بص يا ستي، انا طبعا البرتقال والاستفندي انا مش برميه القشر بتاعه ابدا، انا برميش اي حاجه. كذا مره بقول لكم يا جماعه ما ترميش اي حاجه، هنستفيد منها. اقول لك يا ستي، اول حاجه بناخد البرتقانه كده بنغسلها الاول ماشي، ونقشرها. بعد ما بنقشرها طبعا بالمنظر ده كده ماشي كده. ايه، حطيناها كده في صينيه. بعد ما حطيناها في الصينيه هنحطها نرصها كده بقى ونحطها تحت الشوايه، هيبقى بالمنظر ده. سامعين؟ هيبقى مقرمش بالمنظر ده في المطحنه ماشي، بالمنظر ده كده ماشي، بينزل زي البودره كده اهو. منه برضو شويه لسه بيبقى فيه لسه ايه مندي كده برضو شويه. دي هنحطها تحت الشوايه برضو، وبعد كده هنقلبها برضو كده اهو لمده دقيقتين بس، ونطلعها ونطحنها تاني ماشي. شفتوا ايه في المطحنه اهي؟ شايفين حتى القشر بتاع الليمون انا مش برميه، برضو هطحنه ماشي. برضو طحنت بقى شويه، برضو هنقلب برضو كده، ننزل ايه اللي هو الناعم، وبعد كده هنفضي في الصينيه اللي انا قلت لكم عليها دي، اللي هو يبقى لسه برضو نحطه تحت الشوايه لمده دقيقتين بس، ونقلب كده، وبعد كده برضو هنطحنه تاني ماشي. خلاص بقى ونيجي مع بعض. بصوا حطيته تحت الفرن تمام. ايه، نقرمش شويه برضو اهو. حطيته برضو تحت المروحه شويه ماشي عشان ما يطراش تاني. وبعد كده هاخده واحطه في المطحنه برضو واطحنه. انا مش برمي اي حاجه يا جماعه. دلوقتي جبته اهو حطيته في المطحنه، هطحنه ونيجي مع بعض يا جماعه. بعد ما طحنته بقى بالمنظر ده، وانا طحنته قبل كده ماشي، وعملته بالمصفى، حطيته انا برضو تحت الشوايه، اقلبه 5 دقايق كده ونيجي مع بعض يا جماعه. اللي انا نخلته الاولاني ماشي، حطيني برضو تحت الفرن، خد بس ايه يعني دقيقه واحده بس، قلبته كده، وبعد كده حطه تحت المروحه برضو لمده 5 دقايق، وبعد كده هطحنه تاني. بص يا ستي، بعد ما خلصنا كده هنحط بقى البطرمان ماشي ونحفظه. بس انا عايزه اقول لك بقى نستفيد منه ايه. هنعمل منه الكيكه بتاعت البرتقال، هنعمل منه بسكويت البرتقال، هنعمل منه ماسك للبشره حلو جدا، وما هنعمل منه كمان يا ستي برضه لو انت عندك برضه عايز تغسلي الفراخ وعشان تبقى ريحتها حلوه يعني ومش زفره، بتحطي معلقه منه في النقع الفراخ ماشي عشان الزفاره، مع شويه الدقيق اللي انت بتحطيها بتنقعي منها الفراخ، يعني هتستفيدي منه كذا حاجه. وممكن تحطيه كمان برضو، تحطيه مع الصابون المواعين برضو، تقلبيه كده هيخلي ريحه المواعين جميله جدا، وهينضف لك المواعين ويلمعها. طبعا انت تستفيدي بقشر البرتقال دلوقتي حاليا، تجيبيه وتشيليه ماشي، مترموش في الزباله حرام. اي حاجه يا جماعه نستفيد منها. انا بقول للبنات المبتدئين، انا قلت هعمل فيديو ما كنتش هنزله صراحه، بس انا قلت ايه يمكن حد يستفيد منه ماشي. وادي الكميه هنحطها في بقى في البطرمان ونقفل عليها، وتقعد معاكي للسنه ما يجرالهاش اي حاجه ماشي.